خوتي الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم. عظم الله أجرنا وأجركم وأجر جميع الجزائريين. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الفيديو راح نوريكم خوتي يعني لحظات يعني قبل الكارثة في داخل الحافلة. من داخل الحافلة، هذا هو سائق الحافلة، يسموه أيوب. يعني لما بحثت عليه، هذا ما راحش، هو صاحب الحافلة، هذا ما راحش لولاية بومرداس، لكنه يعني حول الكار تاعو مع صديقه هو اللي راح لبومرداس، وهذا هو اللي راح لسكيكدا. يعني سبحان الله، يعني ربي سبحانه فينجي عباده. وهذا الوالده تاعو الله اعلم، على حساب الحكايه تاع الناس العلماء يقول لك الوالده تاعو وخوه كانوا رايحين يروحوا في كار ثاني، وما راحوش. يعني ما راحوش، كانوا رايحين بومرداس ثاني. قدر الله ما شاء فعل. وهذه الصوره اللي امامكم اللي هي الثانيه هنا، احد الاشخاص سبحان الله قال لكم شوف ربي كنت رايح معاهم اليوم، وبعد في دقيقة الأخرى بركيت يعني توقف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني سبحان الله الأجل تاعو يعود مازال. أوكي، راح نديكم يعني في الكار تشوفوا الكار، يعني لحظة ديمارات مانيش عارف الوحدة تاع الليل ولا الثانية تاع الصباح. ونديكم يعني في اللحظات اللي راحت البومرداس. شوفوا معايا الفيديو للأخير، واستنى نطلع لكم آيات من القرآن، لأنه أصلا لقيت الغناء في الكار ليس يعني إنقاص من هذو الأشخاص، لكن هذه رسالة لنا جميعا للاعتبار. فهمت؟ ما ينفعك غير الصح. سمعكم آيات قرآن إن شاء الله تكون صدقة عليهم إن شاء الله بإذن الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون